بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد هنتكلم على بيان جون ادوارد وكشف الحقائق اللي جون ادوارد قالها في البيان، وانه فضح مجلس اداره نادي الزمالك، المجلس اللي كان دايما بيصدر جون ادوارد لجمهور نادي الزمالك مع اي مشكله بتحصل داخل النادي. ونتكلم على استقاله كابتن احمد عبد الرؤوف وتعيين كابتن طارق مصطفى مديرا فنيا لنادي الزمالك. بس في البدايه، هو فين مجلس اداره نادي الزمالك؟ فين مجلس إدارة نادي الزمالك من البيان اللي جون إدوارد نزله واللي قلب بيه الدنيا وخلى الموضوع بقى رأي عام؟ وفين مجلس إدارة نادي الزمالك من استقالة كابتن أحمد عبد الرؤوف؟ يعني مجلس إدارة نادي الزمالك مادام انتوا مالكوش أي دور في النادي، وكل اللي بيحصل في النادي ده انتوا ما بتطلعوش ولا بتتكلموا مع الجمهور ولا حتى بتدافعوا عن نفسيكوا. كابتن تامر عبد الحميد يطلع يسرب حاجات تخص مجلس الاداره ما بتطلعوش تردوا. جون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك اللي انتوا جايبينه بعد ما نزل البيان انتوا برضو ما بتطلعوش تردوا. كابتن احمد عبد الرؤوف الراجل قدم استقالته، مع ان المفروض ان انتوا اللي واخدين القرار، او حتى جون ادوارد. فالمفروض القرار ده يطلع عن طريق نادي الزمالك. فاحنا بنعرف من كابتن احمد عبد الرؤوف، اول مره في حياتي اشوف مجلس اداره ملهوش اي دور، رئيس شركه ملوش علاقه بالشركه، واللي بيديرها الموظفين، والموظفين خاربين النادي. طب يا جماعه في ايه؟ مجلس اداره نادي الزمالك ما دام انتوا مالكوش اي دور، طب انتوا قاعدين ليه؟ وحاجه تانية، ليه وزير الشباب والرياضه مش بيتدخل في كم الكوارث دي؟ اظن ان الموضوع كده بقى واضح وباين لكل الناس، وان الموضوع كبير. نادي الزمالك خلاص هو اعلن افلاسه، هو مش لسه هيعلن افلاسه، او نادي الزمالك لسه هنقول مثلا ان هو ايه هيضيع، لا، نادي الزمالك ضاع واعلن افلاسه. فوزير الشباب والرياضه امتى هيتدخل بقى في حل الازمات اللي موجوده داخل نادي الزمالك؟ لان احنا دايما بنقول ان نادي الزمالك قطب من قطبي الكره المصريه، ونادي الدوله، ونادي جماهيري، فلازم الناس تتدخل. طب ايه تاني ممكن يحصل؟ الناس دي مين هيحاسبها؟ الناس دي مين هيحاسبها؟ نبتدي بكابتن احمد عبد الرؤوف. راجل قدم اعتذار لجمهور نادي الزمالك وان هو مش هيقدر يكمل المهمه. وطبعا جمهور الزمالك الفتره اللي فاتت كلنا كنا قلبين على كابتن احمد عبد الرؤوف بسبب النتائج وبسبب الاداء، وان مفيش اي بصمه ليه مع الفريق. بس عموما احنا يعني زي البني ادم مثلا اللي وقت الغضب بياخد قرار وهو مش عارف بعد القرار ده ايه اللي ممكن يحصل. احنا كلنا ضد كابتن احمد عبد الرؤوف، وشايفين ان هو ملوش اي بصمه، واداء الزمالك وحش ومش عارفه ايه، واللعيبه ما بتتطورش، واللعيبه اصلا مستواها بيقل. فاحنا طالبنا ان كابتن احمد عبد الرؤوف يسيب تدريب نادي الزمالك، وقلنا من البدايه لو هو جاي مدير فني مؤقت كلنا كان نفسنا في كابتن طارق مصطفى. هو انسب واحد، وراجل زملكاوي وابن من ابناء نادي الزمالك، وهو الوحيد اللي من ابناء نادي الزمالك ليه بصمه، حتى يعني ليه بصمه مع الانديه اللي بيدربها. مش عاوز اي ابن من ابناء نادي الزمالك يجي يبقى مالوش اي دور، كل المدربين قاعده في البيت. فكابتن طارق مصطفى هو انسب واحد لتدريب نادي الزمالك. فكابتن احمد عبد الرؤوف احنا خدنا القرار وقت الغضب ونمشي كابتن احمد عبد الرؤوف، والفريق واقع والفريق ضايع واللعيبه والفلوس وكل الكلام ده. بس احنا لو جبنا جوارديولا مش كابتن طارق مصطفى ولا مدير فني هينجح داخل نادي الزمالك. ليه؟ نادي الزمالك فيه مشاكل كبيره. الاجواء المحيطه داخل نادي الزمالك او بنادي الزمالك مش اجواء بطوله ولا شغل، ولا ان مدير فني ياخد لعيبه اصلا بتاخد مستحقاتها، ولعيبه ما بتفسخش عقودها، وهو ذات نفسه مش هياخد اصلا مستحقاته كابتن طارق مصطفى. فاحنا لو جبنا جوارديولا يدرب نادي الزمالك اقسم بالله هيفشل في الظروف اللي الزمالك موجود فيها دي. نادي ما فيهوش فلوس، نادي بيفلس، نادي او اعلن افلاسه. الصفقات اللي جابها بترفع علينا قواضي من كل النواحي، اللعيبه بتفسخ عقودها من طرف واحد، فاللعيبه اللي موجوده ما بتاخدش مستحقاتها. كل دي اجواء ما تخليش نادي الزمالك اصلا تقوم لقومه. فهنا المشكله مش في المدير الفني. احنا فاهمين ان المشكله في كابتن احمد عبد الرؤوف. طب كابتن احمد عبد الرؤوف مشي، بس كابتن طارق مصطفى لو بدايه من الماتشات اللي جايه بتاعت كاس الرابطه او حتى كاس مصر النتائج وحشه، احنا مش هنقدر نلوم على كابتن طارق مصطفى، لان الاجواء اللي داخل النادي هو بالشكل ده. محدش هيقدر يضيف اي حاجه لنادي الزمالك طول ما نادي الزمالك بالشكل ده. يا جماعه نادي الزمالك وقع، نادي الزمالك ضايع، نادي الزمالك اعلن افلاسه، والزمالك ما فيهوش فلوس، الزمالك عليه قواضي، الزمالك عليه مديونيات بحوالي 2 مليار ونص. طب الفلوس دي هتيجي منين؟ فكل دي تساؤلات مجلس اداره نادي الزمالك الوحيد اللي عنده رد، يا اما وزير الشباب والرياضه يتدخل عشان يحل ازمات نادي الزمالك. فهنا كابتن احمد عبد الرؤوف قدم اعتذار وان هو مش هيقدر يكمل مع نادي الزمالك، وهو كان شايف ان جمهور الزمالك قالب عليه، بس غصب عننا برضه. ما الجمهور عاوز يفرح، الجمهور عايز الزمالك حتى لو هو في اسوأ حالاته نشوف ماتش كويس، نشوف مكسب كويس. احنا مش عارفين نكسب الحرس، بنكسبهم في اخر دقيقه.
كنا كسبانين قرابه الاسماعيليه 3 فجاه بنتعادل 3-3. ما الحاجات دي كلها الجمهور بيتاثر بيها. انا هفرح لما الزمالك يكسب قرابه الاسماعيليه، مش هاجي اقول ده الطبيعي. يعني انا في ماتش الكاس قلت الطبيعي ان الزمالك يكسب البلديه، يعني الناس فرحانه ليه؟ بس لما تقعد تفكر، هو الزمالك واقع والزمالك ضايع، فلما يكسب اي فريق هنفرح، والله العظيم هنفرح. بس اصلا الاجواء اللي داخل نادي الزمالك ما تخليش الواحد يفرح، لان الزمالك خلاص يا جماعه بقى في نفق مظلم. الزمالك اقسم بالله في الضياع. للناس اللي مش واعيه، للناس اللي لحد النهارده بتطلع تدافع عن مجلس الاداره، للناس اللي بتفضل تقول لك اصل الزمالك عمره ما يقع. لا، الزمالك يقع. جمهور الزمالك عمره ما يوقع الزمالك، لكن ما هو يا جماعه، ما هو الزمالك ده محتاج امكانيات تقومه. ما في عوامل للنجاح، احنا ما عندناش ولا اي عامل داخل نادي الزمالك يخلينا ننجح حتى. فكابتن طارق مصطفى جه، جوارديولا جه، اي مدير فني، طول ما الاجواء دي موجوده هيحصل معاه نفس اللي حصل مع كابتن احمد عبد الرؤوف. راجل مش هيعرف يشتغل في مناخ يعني صحي، مناخ اللي انت تقدر تطلع منه قدراتك، سواء قدرات فنيه كمدير فني، او حتى اللعيبه تقدر تخرج منهم احسن ما عندهم. اللعيبه ما بتاخدش مستحقات، واللعيبه الاجانب بتفسخ عقدها من طرف واحد. طب انت مستني ايه من اللعيبه؟ هنفضل نلوم على اللعيبه ونقول لهم ما انتوا بتاخدوا فلوس وانتوا موظفين؟ يا جماعه الموظفين ما بتاخدش فلوس، موظفين الزمالك اللي هي اللعيبه ما بتاخدش فلوس. فانت مستني منهم ايه في ارض الملعب؟ فالزمالك اي مدير فني هيمسكه هيفضل الوضع كما هو عليه طول ما مجلس الاداره موجود بالشكل ده، وطول ما النادي بيتدار بالعشوائيه اللي موجوده دي، ولا مدير فني هينفع مع نادي الزمالك حتى لو جبنا مين. فنيجي لبيان جون ادوارد. جون ادوارد في البيان اتكلم في حاجتين، اولا وثانيا. اولا هي بالنسبه لي الاهم، ليه؟ لان اولا دي المفروض الوعود اللي مجلس اداره نادي الزمالك وعد جون ادوارد بيها. يعني جون ادوارد بيقول منذ تولي المسؤوليه كان في اتفاقات واضحه بتوفير 700 مليون جنيه للصرف على تطوير قطاع كره القدم بالكامل، وان هو هيعمل دورات تدريبيه لمدربين اوروبيه وشهادات معتمده دوليا. يعني الراجل عاوز يطور قطاع الناشئين في نادي الزمالك بالفريق الاول اللي هو ملف كره القدم بالكامل، زائد ان المدربين، يعني راجل هيقدر يشتغل على المدربين اللي موجوده داخل قطاعات الناشئين ان هم يقدروا ان هم ياخدوا اعلى رخص تدريبيه وتبقى رخص اوروبيه معتمده دوليا من الفيفا، زائد ان هو كان هيتعاقد مع مدير فني اجنبي يقدر ان الزمالك يروح بيه مثلا في حته كويسه، طبعا بعيدا عن يانيك فيريرا. فالراجل قال ان نادي الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك بعدها بفتره قال له ان ال 700 مليون جنيه دولت هيبقوا 400 مليون، وبعدها بفتره قالوا له هتبقى 200 مليون، بعدها بفتره مفيش فلوس. مفيش فلوس، مفيش فلوس. مجلس اداره نادي الزمالك بناء على ايه وعدت جون ادوارد ان انت هتديله 700 مليون؟ ال 700 مليون دولت شاملين حاجات كتير. اول حاجه الراجل كقطاع كره القدم، الراجل كان هيتعاقد مع صفقات ويدفع اقساطهم على 5 سنين. الكلام ده اللي جون ادوارد كتبه في البيان، انا بس بلخص لك البيان. جون ادوارد قال ان الصفقات اللي هو هيتعاقد معاها هيدفع اقساطها على 5 سنين. فانا اجي ارجع وافتكر الصفقات اللي جون ادوارد جابها في بدايه الموسم كلها اقساط على 4-5 سنين. يعني عبد الحميد معالي، خوان الفينا، عدي الدباغ، شيكو بنزا، كل الصفقات دي فلوسها بتدفع اقساط على 4-5 سنين. فهنا الراجل كلامه صادق فيها اهو، ده اللي حصل. بس هل في فلوس نادي الزمالك جابها؟ لا. والدليل ان ما اتدفعش ولا قسط في صفقه عبد الحميد معالي ففسخ عقده، ما اتدفعش ولا قسط في شيكو بنزا، فستريلا ده امادورا البرتغالي قدم شكوى ضد نادي الزمالك في الفيفا، والفريق الاوكراني بتاع خوان الفينا ما خدش ولا قسط. طب جون ادوارد لو اداره نادي الزمالك بتديله فلوس، هل هو هياخدها في جيبه ولا هيدفعها؟ ما هو ده الكلام اللي جمهور الزمالك اصلا عارفه. بس الراجل من كتر ما هو جادد من مجلس اداره نادي الزمالك اللي دايما بيصدروه ضد مع الجمهور والجمهور يبقى ضده، خلاص فالراجل فاض بيه. فهنا اولا دي كلها تلوم اداره نادي الزمالك، ان انتوا ناس فشله، ان انتوا ناس خاينه، ان انتوا ناس كدابين، ناس عار على جمهور نادي الزمالك وكيان كبير بحجم نادي الزمالك. تاني حاجه هي مهمة للبعض ومش مهمة للبعض. بالنسبة لي أنا مش مهمة، ليه؟ لأن هي تخص رجال الأعمال، تخص أحد المحبين. أحد المحبين أول ما نسمع الكلمة دي بيبقى أول واحد أستاذ ممدوح عباس. جون إدوارد قال في وعود جت من المحبين، أحد المحبين وعد بدعم النادي ب 350 مليون. مين الراجل اللي يقدر يدعم نادي الزمالك ب 350 مليون؟ أستاذ ممدوح عباس. وقال لك اللي وصل للنادي 30 مليون جنيه.
طب 30 مليون جنيه هيعملوا ايه في نادي الزمالك؟ ولا اي حاجه طبعا. لا يقدروا يدفعوا مستحقات للعيبه ولا مكافآت ولا ان انت تطور الملاعب اللي في النادي، اللي النادي اتقفل عشان خاطر انت المفروض بتشتغل عليه، فاللعيبه بتتمرن في الكليه الحربيه لحد ما النادي يتعدل والملاعب تتصلح. فكل ده ما حصلش. 30 مليون جنيه من 350 مليون جنيه ده استاذ ممدوح عباس. فين بقى اداره نادي الزمالك اللي بتطلع تقول لك استاذ ممدوح عباس دفع لنا 600 مليون و700 مليون و300؟ فين الفلوس دي؟ طب حتى يعني انتوا بيدينوا نفسيكم، لو هو دفع الفلوس دي لنادي الزمالك فعلا، طب هي راحت فين؟ طب ال 780 مليون جنيه بتوع ارض اكتوبر راحوا فين؟ انتوا كنتوا معتمدين على فلوس ارض اكتوبر، طب انتوا خدتوا من ورا ارض اكتوبر 780 مليون، وانتوا اتفقتوا مع جون ادوارد ان انتوا هتدوا له 700 مليون. طب فين الفلوس دي؟ لا جون ادوارد اخد الفلوس ولا حتى فلوس ارض اكتوبر نادي الزمالك استنفع بيها. احنا عملنا بيها ايه؟ سدينا بيها ديون؟ لا. طب دفعنا فلوس للصفقات؟ لا. طب عطينا فلوس مستحقات للعيبه؟ لا. طب عطينا الديون اللي علينا بتاعه الفيفا وقف القيد للمدربين اللي قبل كده او حتى اللعيبه؟ لا. طب الفلوس دي راحت فين؟ طب صرفت على قطاعات الناشئين؟ برضو لا. طب طورت الملاعب الموجوده داخل النادي عشان الفريق الاول بتاعك بدل ما هو بيتدرب في الكليه الحربيه فيقدر ان هو يرجع نادي الزمالك؟ برضو لا. الفلوس راحت فين؟ ايه الفلوس راحت فين؟ ما هو جمهور الزمالك من حقه يعرف، انا مشجع لنادي الزمالك من حق اعرف، الدوله اللي بتحقق دي كده كده هتعرف. كده كده قضيه ارض اكتوبر في النيابه العامه، وارض اكتوبر مش ترجع لنادي الزمالك، فاداره نادي الزمالك هي مستنيه الارض. طب الارض ما رجعتش، فده في اولا. طب ثانيا ممدوح عباس المفروض يدي لنادي الزمالك وهو وعد بده 350 مليون، طب انت ما دفعتش غير 30 مليون جنيه. بص يا جماعه، استاذ ممدوح عباس ليه طبعا كل الاحترام والتقدير والله، بس الراجل ده ما بيدفعش من جيبه لنادي الزمالك. نادي الزمالك ليه خير على كل الناس دي. استاذ ممدوح عباس لما ساب نادي الزمالك للمستشار مرتضى منصور حجز على كل فلوس نادي الزمالك وخدها. ما دي كانت فلوس الزمالك يا استاذ ممدوح، اللي هو النهارده بيدفعها لنادي الزمالك، سواء دفع او بيدفع او دفع قبل كده او لسه هيدفع، ايا كان دي كلها فلوس نادي الزمالك. ولو هي فلوسك الخاصه، مفيش شخص في الدنيا، مفيش شخص دخل نادي الزمالك مسك رئيس نادي، اعضاء مجلس اداره، لعيب، طبي، اداري، ايا كان هو مين، ونادي الزمالك ما ضافلوش. نادي الزمالك بيضيف لاي حد وبيشهر اي حد وبيخلي سمعة اي حد في السما. ليه؟ عشان انت ارتبط اسمك بنادي الزمالك. مع احترامي لحضرتك، رجل اعمال على عيني وعلى راسي، وعندك مشاريع وعندك، بس ارتباط اسمك بالزمالك يعلي من شأن اي حد. فيا جماعة محدش بيجب على نادي الزمالك، كل ده من خير نادي الزمالك على كل الناس اللي بيرتبط اسمها بنادي الزمالك. فدولت الجزئيتين اللي جون ادوارد اتكلم فيهم في البيان، طبعا باختصاره هو شمع مجلس اداره نادي الزمالك، وحقه حق الراجل، لان احنا دايما بنيجي على جون ادوارد وبنقول له اطلع رد، اطلع دافع، احنا معاك ليه؟ احنا عارفين ان احنا عندنا مجلس كذاب وخاين وفاشل وكلهم حراميه، عارفين كل ده، بس انت ما دام الناس دي بتصدرك للجمهور اطلع دافع عن نفسك. فهو الراجل ما كانش بيدافع عن نفسه، بس لما وصل لحيطه سد ووصل ان الزمالك فعلا بينهار طلع واتكلم. في دولة الجزئيتين بتوع بيان جون ادوارد. حاجه اخيره، وده خبر اتسرب من احد الصحفيين اللي بتشتغل داخل نادي الزمالك، ان استاذ ممدوح عباس كان باعت فلوس قبل كده لعمر جابر ومحمد عواد، فجون ادوارد اخذ الفلوس وما عطاهاش طبعا لعمر جابر ومحمد عواد، فوزعها على كل اللعيبه بالتساوي، رضى كل اللعيبه. فهنا استاذ ممدوح عباس غضب من جون ادوارد واتضايق من جون ادوارد من التصرف ده، وما بقاش يدي فلوس تاني لنادي الزمالك. جون ادوارد صح ولا غلط؟ لا، جون ادوارد صح. فلوس جت دخلت النادي، انت اتبرعت لنادي الزمالك، بس مالكش دعوه نادي الزمالك يعمل بيهم ايه. عاوز تعرف هنعرفك لما اجي اتصرف فيهم، لكن انت تتبرع لي بفلوس وتيجي تقول لي انت تشتري الطقم ده وما تشتريش الطقم ده، لا. ما دام انت جاي تديني حاجه هديه، يعني هتديني هديه منك ليا، فالهديه دي انا هاخدها كمبلغ اشتري بيه اللي انا عايزه. جبت لي هديه اتصرف فيها زي ما انا عايزها، هي خرجت منك هديه. لكن تيجي تحكم عليا المبلغ اللي انت اديته لي ده هديه او تبرع، اجيب بيه ايه اكله واجيب بيه ايه اشربه واجيب بيه ايه البسه؟ لا، مش من حقك طبعا، يا اما ما تدينيش فلوس. فهنا استاذ ممدوح عباس زعل من جون ادوارد، لان هو لازم يحكم نادي الزمالك من بره ويتكلم على نادي الزمالك واي حاجه هو عايزها تحصل داخل نادي الزمالك، عشان احنا عندنا مجلس طراطير. فهنا بطل ان هو يدفع اي فلوس لنادي الزمالك ولا ان هو يتبرع باي شيء لنادي الزمالك. جون ادوارد صح واستاذ ممدوح عباس غلط. في النهايه مجلس اداره نادي الزمالك اللي اتمنى وزير الشباب والرياضه يطلع يقف جنب نادي الزمالك، يا جماعه انقذوا نادي الزمالك.
نادي الزمالك اللي بيحصل فيه كتير، اللي بيحصل فيه عيب وما يصحش. نادي الزمالك نادي كبير ما ينفعش يتقل منه ويتهان بالشكل ده. نادي الزمالك كبير وجمهور الزمالك كبير وعظيم، وكلنا في ظهر نادي الزمالك لحد ما نادي الزمالك يقف على رجليه. بس نفسنا الدولة بقى المرة دي بجد تساعدنا ان انت تمشي المجلس الخاين اللي عندنا وتعينوا لنا مجلس إدارة يراعي ربنا في نادي الزمالك وفي كيانه، ويرجعه تاني يعني لمكانته الطبيعية وطريقه للمجد وللبطولات، وفي نفس الوقت يشتغل عشان خاطر جمهور نادي الزمالك اللي دايما في ظهر الزمالك. واقسم بالله الجمهور ما بيستفيد اي حاجه، احنا ما بنستفادش اي شيء غير ان احنا بنحب الزمالك وعاوزين دايما الزمالك يبقى كويس. فاتمنى ان نادي الزمالك يرجع لمكانته الطبيعيه، لان الواحد اقسم بالله بيحزن على اللي بيحصل داخل نادي الزمالك. فان شاء الله خير، وكل اللي جاي يبقى خير لنادي الزمالك، وان شاء الله نادي الزمالك يعني حاله يتبدل، وان شاء الله يبقى يعني في حال احسن من اللي هو فيه بكتير باذن الله. ده كان فيديو النهارده، واسف لو طولت عليك. السلام عليكم.